أنا ذات نفسي كان عندي قضية في أواخر التسعينات أوائل الألفينات. ده كان مدرس وكان بيتمتع بالسيرة الحميدة. ما تيجي تسأل عليه أي حد، سواء طالب أو ولي أمر طالب أو مدرس أو مدرسة أو مدير المدرسة، يقول لك الأستاذ فلان الفلاني ده أخلاقه لا يعلى عليه. ده بيخش بيوتنا ما بيرفعش عينه فينا. طيب المدرس ده عمل إيه؟ المدرس ده أخد طفل من الأطفال اللي كان بيديهم درس بعد ما تعاطى أحد المواد المخدرة أيامها. ده مدرس مرحلة ابتدائي. مرحلة ابتدائي. جه في دماغه إن هو يهتك عرض الطفل. يهتك عرض الطفل. عمل إيه في الطفل ده؟ دخل راسه في زجاج السيارة وقفل عليه الإزاز وهتك عرضه من الخارج. وبعد ما خلص والطفل مات من خنقة الزجاج، رماه في الزبالة. أنا قعدت في القضية دي أكتر من 23 يوم، أنا ورئيس المباحث بنغلطين بعض. أنا أقول له أنت سايب المتهم الأساسي وجايب واحد مظلوم، وهو يقول لي أنت اتجوزت يا نظيم؟ أقول له لا لسه. يقول لي طب هو اللي عمل. ما كنتش فاهم السؤال. هنا رئيس المباحث كان بيبحث القضية بالحس الأمني ونروح الأب. أنا الناحية دي ما كانتش موجودة يعني. حضرتك كنت محامي المجني عليه. المجني عليه. بعد 23 يوم أتى التقرير الطبي إلى السائل المنوي الموجود بالطفل يخص هذا المدرس، واعترف اعتراف كامل وقال إن أنا كنت مغير لأني كنت شارب مادة مخدرة، وهي كانت مادة الأفلام. فأكيد إن المخدرات هي السبب المباشر في أي جريمة تحدث، أي جريمة لا أخلاقية، أي جريمة لا عقلانية، أي جريمة لا يصدقها عقل. كل ما هو خارج عن المألوف والعقل اعرف إن وراه المخدرات. يعني زمان كنا بنسمع قتل بس، دلوقتي تشوف قضية القتل لازم تلاقي بيها تمثيل، لازم ليه؟ تلاقي حاجة مش طبيعية. ليه بقى؟ لأن النهاردة اللي بيقوم بالجريمة مش واعي، والنفس أمارة بالسوء، والنفس بسبعين شيطان حسب ما يهيأ له. النهاردة الخزين بتاع الدماغ بتاع البني آدم بيخزن من الرؤية اللي بيشوفها، سواء على الإنترنت أو سواء في المجتمع اللي إحنا عايشينه، أحداث كتيرة. الأحداث دي بتتوارد إليه وتأتي إليه أثناء شرب المخدرات.